3 أشخاص تجنبهم في حياتك. أولهم قاتل ما عندوش أي حاجة يخسرها، والتاني هم الدجالين والسحرة عشان لو ما كفرتش بالله فأنت تتأذي منهم. وتالت شخص هو أنا لو ما عملتش لايك للفيديو عشان ممكن أقتلك عادي، فانزل اعمل لايك رايق كده. حلقة النهاردة حلقة مرعبة وقصة حقيقية لنهاية غريبة حصلت لساحر مصري. فاطفي النور كده وركز في التفاصيل. معاكم عمر ولا نبدأ الحلقة؟ في واحد في مصر كان اسمه الحاج حسين العشماوي، وده كان وظيفته تنفيذ حكم الإعدام، الشخص المسؤول عن حبل المشنقة. وحسين العشماوي نفذ أكتر من 1700 حكم بالإعدام، فبقى أي حد بيشتغل الشغلانة دي بقى اسمه العشماوي على اسم الحاج حسين العشماوي. وبطل قصتنا النهاردة واحد اسمه عصام العشماوي. وكده انت عرفت اسمه العشماوي ليه؟ عشان وظيفته اللي كانت فعلا تخوف. تخيل شغلانتك بقى يجيلك مكالمة تليفون معلش في واحد عاوزينك تقتله. فعصام كان على طول بيقابل مجرمين وبينفذ احكام اعدام، وعلى قد ما الموضوع كان يخوف الا انه مع الوقت بقى عادي وما بقاش بيخاف ولا بيتوتر، وبدأ يفكر ان الشغل ده هو لقمة عيشه، وفي نفس الوقت هو بيعدي الناس بيرتكبوا جرايم وناس تستاهل الاعدام فعلا. بس برضه مع الوقت ساعات يحس بضعفه، ما هو برضه انسان يعني، بس برضه دول مجرمين ولازم برضه يتطبق عليهم القانون وحد ربنا. لحد ما في يوم حصل معاه حاجة غريبة، جاله اتصال من مأمور سجن في محافظة في الصعيد، وهي انه عنده عملية اعدام ولازم يحضر. وراح السجن عادي، بس لما وصل لقى ان الموضوع غريب، الجو غريب والحرارة عالية وهدوء، وفي نفس الوقت في اصوات هنا وهناك. وعصام برضه متعود يروح السجن ده عادي، بس المرة دي فعلا ما كانش مرتاح. وعصام داخل بيسلم على الناس زي العادي بتاعه، قابل واحد قال له انا حاسس ان اليوم النهارده غريب كده. قال له احنا النهارده عندنا دجال، والدجال ده طول الفتره اللي كان محبوس فيها كان عمال يعمل سحر واعمال وبيحطها في بق المساجين. وبعدها عصام بدأ يخاف ويتوتر من حته ان هو دجال او ساحر. طب ايه اللي جاب الدجال ده هنا اصلا؟ قال له ان الدجال ده مجرم وكان السبب في قتل 15 بنت وطفله، والنيابه اثبتت ان هو كان بيقدم البنات دي قرابين لملوك الجن، والساحر ده كان ساحر بيتعامل مع الجن بصورة مرعبة. وعلى العموم الساحر ده اتمسك وهيتعدم، بس ده ما كانش الحاجة الغريبة. الغريب بقى ان القاضي اللي حكم على الساحر ده بحكم الاعدام مات امبارح. لا ده مش هو لوحده، ده هو ومراته وعياله كلهم ماتوا، وكان السبب في وفاتهم هو حريقة قامت في البيت، والحريقة دي قامت قبل ميعاد الاعدام بيوم واحد. هنا عصام بدأ يخاف شوية، وهنا دخل مأمور السجن وشاف عصام وسلم عليه، واخد عصام معاه عشان يفطروا مع بعض. بس عصام وهو قاعد بياكل باله كان مشغول مع الدجال اللي موجود في السجن. وبعدها عصام يسأل المأمور هو احنا النهارده هنعدم مين، لانه كان خايف جدا وكان برضه عاوز يتأكد من القصة اللي قالها له الراجل. قال له احنا النهارده هنعدم واحد قتل 15 بنت. راح عصام قال له قصدك الدجال؟ المأمور قال له وانت عرفت منين؟ وهو مستغرب كده وبيضحك وبيقول له اوعى تكون خايف، استعيذ بالله من الشيطان، ده مجرم ولازم يتحاسب. راح عصام قال له طب بالنسبه للقاضي اللي مات امبارح؟ راح المأمور قال له ما تخافش، دي كانت حادثه بسبب الغاز والكهرباء وملهاش اي علاقه بالدجال. وراح مأمور السجن اخد عصام من ايده عشان يوري له الزنزانه اللي قاعد فيها الدجال ويبداوا ياخدوه. بس وهم في الطريق عصام بدأ يحس ان حرارته بتزيد، وكل ما يقرب من السجن الحرارة تزيد أكتر وأكتر، وكل ما يقرب من الزنزانة يحس إن هو مش مرتاح. بس الزنزانة تتفتح وهنا عصام يتفزع من المنظر، لأنه شاف شخص مرعب ووشه وجسمه كان مليانين شعر. واما فتحوا الباب عليه لقوه قاعد بيتمتم بكلام مش مفهوم، وعصام بدأ يبص عليه وهو كان مرعوب جدا من منظره. وفجأة الدجال يبص لعصام ويضحك ضحكة غريبة جدا، والضحكة بتاعته كانت كلها ثقة، وكان بيقول لهم انتوا أخيرا جيتوا؟ طب ليه اتأخرتوا عليا كده؟ عصام والمأمور استغربوا جدا ان الشخص ده هيموت بعد شوية. طب ليه واثق في نفسه قوي كده؟ وبدأوا ياخدوه عشان يودوه لمكان الإعدام. واستغربوا برضه لانه كان ماشي معاهم في الطريق عادي جدا، ما كانش بيقاوم، كانهم بيفسحوه. وفي العاده المجرمين وهم في طريقهم لحبل المشنقه بيقعدوا يصرخوا ويحاولوا يهربوا كده يعني. بس الدجال ما كانش خايف وكان الموضوع مريب جدا. وفي لحظه صمت كده وهم ماشيين مع بعض الدجال بص للعشماوي وقال له ازيك يا عصام؟ وفجأة عصام اتفزع وقال اعوذ بالله، وسأل نفسه ازاي الدجال ده عرف اسمه. وسيطر الخوف على عصام جدا، بس هو حاول ما يبينش كده. وبعد كده وصلوا لمكان الاعدام، بس قبل ما يلبسوه الحبل بيكون في شيخ بيحاول يهدي المجرم، واللي كان بيخليه ينطق الشهادتين. فالشيخ بيقول له تشهد، فبدأ الدجال يبص له ويضحك ضحكة مرعبة. فالشيخ بص له تاني وقال له تشهد، انت مش عاوز تنطق الشهادة ولا ايه؟
وبرضه الدجال عمال يضحك ضحك هستيري. فالشيخ بدأ ينصحه ويقول له كلها لحظات وهتموت، اتشاهد يمكن ربنا يتوب عليه. بس الدجال ما اهتمش لكلام الشيخ، بس بص لعصام وللمأمور وقال لهم انا ليا طلب اخير. قالوا له اتفضل قول طلبك. وكان طلبه فعلا غريب ومرعب. وفي العادة في المواقف اللي زي دي الناس بتطلب وجبة أخيرة أو مكالمة تليفون، بس الدجال ده طلب حاجة مرعبة، وهي انهم بعد ما يعدموه يسيبوه متعلق في حبل المشنقة يومين كاملين وما ينزلهوش من على الحبل في ساعتها. وغير كده ما كانش عاوز حد يلبسه الكيس الاسود بتاع الاعدام، ومفيش اي حد يغطي وشه ووشه يفضل مكشوف. وطبعا كل اللي في المكان خافوا واستغربوا، وعصام بدون تردد راح رابط على رقبته حبل المشنقة. بس المرعب بقى وهو بيلف الحبل حوالين رقبته شاف على ظهره نقوش وطلاسم تحس ان هي منحوتة بسكينة، يعني مش مجرد كتابات او وشم، ده جلده متقطع. واستعاذ بالله وكمل لف الحبل حوالين رقبته وقال كده كده كلها كام دقيقة والدجال هيموت. بس قبل ما يسحب الطبلية والدجال يقع راح الدجال باصص لهم وقال لهم دي مش اخر مرة هتشوفوني فيها. والموضوع بدأ يبقى مريب قوي. بس بسرعة عصام العشماوي شد اليد والدجال راح واقع واتعدم الدجال. بس برضه يعني ايه دي مش اخر مرة هتشوفوني فيها. وعصام راح باصص للمأمور وقال له انت هتسيبه متعلق كده؟ المأمور بص له وقال له سيبه يتعفن على الجرائم اللي عملها في حياته. وكلهم مشيوا من المكان وعصام رجع للبيت وقعد يحكي لمراته على اللي حصل مع الدجال لحد ما جه ميعاد النوم وكله راح ينام. بس برضه عصام حاسس احساس غريب نفس الاحساس اللي كان حاسه في السجن. وكلهم ناموا ما عدا عصام. وفجأة يسمع صوت صريخ ابنه اللي كان بيصرخ في الأوضة التانية، واللي راح عليه جري وفتح باب الأوضة لقى الواد بيصرخ وبيعيط، واللي بيقول له ان هو حلم بواحد شكله غريب وعنده شعر كتير وكان ملفوف بحبل المشنقة. الولد بيوصف الدجال كأنه كان حاضر معاهم الإعدام، وكان بيقول له الراجل ده بيضحك بشكل هستيري وهو بيتشنق. وهنا عصام كان لازم يبين ان هو جامد عشان ولاده ما يخافوش ويقول لهم عادي يعني ده كابوس ما حصلش حاجة، وهو من جواه مرعوب. وقعد مع الولد لحد ما نام، بعد كده راح الحمام وبرضه كان حاسس بنفس الإحساس ان في ضيق كده. وفجأة عصام يبص على سقف الحمام ويلاقي بقعة لزجة في السقف، حاجة حمرة كده. فجاب كرسي وحاول ان هو يمسحها لقى ان هي مش عايزة تتشال. قال يروح ينام يبقى يشوفها بكرة، واستعاذ بالله وحط دماغه على المخدة ونام. وملحقش ينام ربع ساعة وإلا يصحى على صوت اتصال وحد بيقول له ألو، ويرد عليه واحد بصوت مرعب ومنبوح ويقول له ازيك يا عصام؟ راح عصام رمى الموبايل من الرعب لأن الصوت ده مش غريب عليه. لحظة كده، ده صوت الدجال. ازاي الدجال ما ماتش ورغم ان هم قتلوه الصبح؟ وطبعا عصام ما عرفش ينام من الموقف ده وفضل قاعد على السرير لحد الصبح ويرن الموبايل تاني. بس المرة دي كان اتصال من مأمور السجن بيقول له يا عصام الحقني بسرعة الدجال لسه حي. راح عصام قفل بسرعة وراح جري على بيت المأمور، لكن للأسف كان وصل متأخر، مأمور السجن مات. وهنا عصام بدأ يخاف وعرف ان الدجال بينتقم، وكان واضح ان الدجال ده مش عادي وكان خادم لملوك الجن وبرضه مش ملوك عاديين. واتصل بالسجن فورا وبلغ بوفاة المأمور، ورجع للبيت ودخل الحمام بيغسل وشه وبيرفع راسه يبص في المراية ويتخيل بواحد واقف وراه، وبسرعة يلتفت ما يلاقيش حد. وبعدها بدأ يهلوس ويقول هل فعلا الدجال ورا موت مأمور السجن، ولا كل الناس دي بيحصل معاها كده ليه؟ وبص للسقف تاني لقى نفس البقعة موجودة بس حجمها بيكبر. وفي نفس الوقت بيسمع صوت صريخ ابنه تاني في الأوضة، كأن الدجال اللي كان وراه راح يأذي ابنه. فراح جري على ابنه وحضنه، فقال له ان هو حلم تاني بالدجال اللي قتلوه وكان بيتمرجح على حبل المشنقة وبيضحك، وكان بيقول له الدور جاي عليكم. يعني ايه الدور جاي علينا؟ يعني هيعمل ايه فينا بالظبط؟ وهنا بدأت الوساوس تيجي لعصام وبدأ يخاف على نفسه ومراته وعياله، وبدأ برضه يخاف لا يحصل له زي مأمور السجن والقاضي. وبدأ الشيطان يوسوس له ان هو يحارب النار بالنار وانه يستعمل السحر في علاج السحر، وطبعا ده شرك بالله. بس في حالة عصام لان هو كان شايف الموت جاي وكان ايمانه بالله ضعيف، راح دور على اقوى واكبر ساحر في الصعيد ودلوه الناس على بيت الساحر ده فعلا. وراح لبيت الساحر ده لقاه قديم وغريب ومتهالك، تحس ان الساحر ده كان قاعد في خرابه. وبعدها عصام قرب للبيت وبدأ يخبط على الباب، بس الصدمة ان الباب اتفتح لوحده. ففتح الباب ودخل بيت الساحر وبدأ يبص على منظر البيت من جوه، وهو كان خايف ومرعوب وشامم حاجة ريحتها مش كويسة زي ما يكون حاجة ميتة. وبدأ ينده ومحدش بيرد عليه، فبدأ يمشي في البيت وطول ما هو ماشي بيلاقي حيوانات ميتة زي فيران وقطط، والمكان كان مليان بقع دم في كل حتة.
لحد ما سمع صوت شخص غريب في اخر الممر، واللي كان بيناديه وبيقول له اخيرا جيت يا عصام. وهنا عصام اتأكد ان الدجال ده قوي وهيبقى بنفس قوة الدجال اللي مات، واللي برضه قدر يعرف اسمه ايه. ودخل عصام الأوضة وبدأ يبص في كل حتة، لقى شخص كبير في السن كان قاعد على الأرض وعينه كان شكلها مش طبيعي، واللي كان عنده دقن طويلة واصلة لحد الأرض. والساحر ده كان اسمه كازور، واللي طلب من عصام ان هو يقول له ايه المشكلة. وبدأ عصام يحكي القصة كلها من أول ما دخل السجن لحد موقف ابنه لحد ما جه الساحر ده، وبدأ يوضح له ان هو خايف جدا من الدجال. والساحر كازور كان قاعد بيسمع له بكل ثقة، وفجأة يقاطع كلامه ويقول له انتوا أعدمتوا رباع. وفجأة عصام جسمه يقشعر وما بقاش فاهم يعني ايه رباع دي. قال له القصة اللي انت بتحكيها لي والدجال اللي انتوا أعدمتوه اسمه رباع، وده كان واحد من أقوى السحرة والدجالين في الصعيد كله، واسمه الحقيقي مش رباع، بس احنا السحرة بنسمي بعض بأسماء الجن اللي بنخدمهم او الجن اللي احنا بنتعامل معاهم. ورباع ده كان واحد من اقوى ملوك الجن. وعصام كان بيحاول يبين ان هو واثق من نفسه، بس من جواه كان خايف جدا وبيندم على اليوم اللي جه فيه المكان ده. والساحر قال له رباع مش هيسيبك وهيجيبك وهيقتل ولادك ومراتك وهيسيبك للاخر عشان يعذبك. وهنا عصام بدأ يترجى الساحر كازور عشان يساعده ويعمل ايه، لانه حرفيا في كابوس ومش عارف يطلع. وهنا الساحر قال له الموضوع بسيط، وبص جنبه طلع حاجه ولفها في منديل واداها لعصام. وعصام مسك المنديل لقى جواه حاجه ناشفه كده زي الحجر، وبص للساحر وقال له الحاجه دي هعمل بيها ايه. قال له ارجع للسجن ونزل جثه رباع وادفنها واكسر وصيه الدجال. وبعدين هو في حد ينفذ وصيه ساحر ومخلينه يتعلق عشان يأذيكم؟ وقال له ان هو مش هينتهي خطره او مش هيموت غير لما يدفن. عصام خرج من عند الساحر وركب العربية وحط الحاجة اللي اداها له جنبه على الكرسي وراح بسرعة على السجن، والساعة كانت دخلت في 12 بالليل تقريبا. وعصام ما كانش نام من يومين، بس الوقت ما كانش مهم عشان ممكن اي ضرر يجيله هو او عياله او مراته او الحاجات دي، ولازم فعلا كان يتصرف. وفعلا وصل السجن، لكن السجن كان كل انواره مطفية، وكان واضح ان جوه السجن كمان ضلمة ومكان مهجور. طب ازاي وهو كان هناك من يومين وكان في برضه ناس كتير مساجين؟ ودلوقتي بان ان المكان ده ما كانش حد فيه من سنين. وكان في واحد معدي من الشارع، عصام سأله ايه اللي حصل في السجن. قال له ان السجن الحكومة فضته امبارح بسبب دجال اعدموه، واللي حصلت بعدها حاجات غريبة في السجن، وناس كانت بتموت وناس كانت بتصرخ، وراحوا نقلوهم كلهم بره السجن تاني. وطبعا الراجل ده ما كانش يعرف ان عصام هو العشماوي اللي عدم الدجال، والحي كله سمع بالقصة دي بس محدش عارف كان مين السبب. وعصام بدون تردد شغل فلاش الموبايل ودخل يشوف فيه ايه، وبدأ يمشي ويبص على السجن. وبحكم برضه ان عصام جه السجن ده كتير ما كانش خايف، وفضل بيمشي لحد غرفة الاعدام. واما راح هناك بدأت ضربات قلبه تزيد بسرعة غريبة، واللي كان خايف يفتح الباب عشان يشوف ايه اللي وراه او يتصدم بجثة الدجال وهي لسه متعلقة. عصام بدأ يقرأ المعوذات وقرر ان هو يفتح الباب ويبص واحدة واحدة، ويتفاجئ ان جثة الدجال لسه موجودة ومتعلقة زي ما هي، وجسمه اتنفخ وبقى اوحش مليون مرة، وجسمه كله كان بينقط دم، وريحة المكان كانت صعبة جدا. وقرب عصام من الجثة عشان ينفذ الكلام اللي قاله عليه كازور، واما قرب منها بدأ يسمع صوت خطوات وراه. بيبص وراه بسرعة لقى واحد غريب وعيونه حمرا وجسمه كله شعر بالظبط نفس الساحر المتعلق، وكأن روح الساحر طلعت من الجثة وراحت لجسم تاني. عصام اترعب وخد خطوتين لورا كده وطلع من جيبه الحاجة اللي كانت في المنديل وفكها، وطلع الحاجة اللي في المنديل دي قرن بتاع حيوان. وهنا بدأ الدجال يضحك ويبص لعصام وبدأ يفكر بسرعة، طب القرن ده فايدته ايه، او القرن ده اضرب بيه الشخص اللي قدامي ولا ده جن؟ والدجال عمال يقرب على عصام لحد ما بقى مفيش بينهم مسافة متر واحد. راح عصام قال بسم الله الرحمن الرحيم وراح ماسك القرن وضرب بيه الدجال. وهنا الدجال بدأ يصرخ جامد كأن الضربة أقوى من اللي خدها، وبدأ يطلع من جسمه دم اسود وتقيل لحد ما الجسم وقع على الأرض وتحول لتراب، كأن الشخص ده ما كانش إنسان أصلا. وفضلت الجثة الأصلية متعلقة زي ما هي. وجري عصام فك الجثة وشدها لحد العربية بره واخده بعيد وقعد يحفر ودفن الدجال وقفل الحفرة عليه وكأن مفيش حاجة حصلت، واتدفن معاه برضه القرن. وبعدها رجع للبيت بتاعه بسرعة عشان يطمن على أهله. والساعة وصلت 2 الفجر وفتح أوضة ابنه لقاه نايم وكان متعمق في النوم جدا. ودخل الأوضة بتاعته لقى مراته نايمة وهي قاعدة كأنها كانت مستنياه بس نامت. وساب الأوضة وراح للحمام، لقى البقعة اللي كانت في السقف وكانت مليان اللي كان سايبها اليوم اللي فات اختفت.
ورجع لأوضته وقعد يعيط وبدأ يستغفر إن هو استعان بالساحر عشان يقتل الساحر اللي زيه، وبعدها ينام من التعب اللي كان فيه. وبعدها صحي تاني يوم وقدم استقالته من الشغل ده، وعاهد نفسه إن هو ما يرجعش يشتغل الشغلانة دي تاني، وقرر إن هو ينقل حياته كلها لإسكندرية ويبعد عن المكان ده خالص. ولحد هنا تنتهي قصتنا. القصة دي فيها أحداث كتير حقيقية، بس أكيد اللي حكاها حط شوية حاجات من عنده. اعملوا بقى شوية لايكات وكومنتات، واعمل لي فولو على الانستجرام، وابعت لي أي حاجة عايز تقولها لي هناك، هرد عليك على طول. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.